لك فهد، اهلا بكم من جديد. مدير عام كرة القدم بنادي الهلال، احييك كابتن سامي الجابر وبارك لك المستوى والنتيجة اليوم. يمكن اغلب الزملاء الاعلاميين لو انت طالع هنا قالوا سامي رايح للمؤتمر الصحفي كمدرب للفريق الهلالي. ما بين الإدارة الإدارية وكذلك الإدارة الفنية، ما الذي تغير في الهلال؟ عادة حينما تغير مدرب، حينما يغيب لاعبوك الأجانب، يكون عندك انخفاض في المستوى. هو شيء أحمد الله سبحانه وتعالى على الفوز، وأن احنا تحققت لنا أمنية غالية أيضا أن نلعب المرة الخامسة على التوالي على كأس اسمه سيدي ولي العهد، وأيضا بمسمى جديد أيضا، لأنه حقيقة أن احنا الكأس هذا ارتبطنا فيه، صرنا نتفائل كثيرا بالحصول عليه، والحمد لله احنا جاهزين. لكن بالنسبة أعتقد أنه الشغل، أنت عندما يكون عندك لاعبين بهالمستوى هذا وهالانضباط وهالروح، دائما ما تكون متفائل جدا. الجهاز الفني يكون عامل مساعد بسيط في ظل الانضباطيه والاحترافيه الفرديه والجماعيه، الانضباط التكتيكي، اداء التمارين، روح الجماعه والروح الوحده، الاسره الواحده. وهذا اهم شيء في عالم كره القدم مهما كان الاسماء، ليست بالاجسام والاحجام وليست بالاسماء بقدر ما هي بالعطاء وبالتجانس. حقيقه انا دائما اسمع، يعني حقيقه هذه نقطه من سؤالك ابغى اعبر عنها، انه دائما ما يقولون نبغى لاعبين محليين، نبغى لاعبين لحينيين، اللي هو بعض الجمهور يطالب لاعبين محليين. انا اتفق انه اللاعبين محليين لاعبين محليين جيدين، ولكن افضل اللاعبين المحليين انا في وجهة نظري، واقولها صريحه عبر الرياضيه السعوديه، انه افضل لاعبين محليين متواجدين لدينا. احنا نشاهد انه اليوم متوسط اعمار اللاعبين نلعب ب7 من اللاعبين اللي هم الفريق الاولمبي، يعني بدون ما اعدهم لك اعتقد شيء واضح. معدل اعمار اللاعبين معدل اعمار يعطيك يعني مستقبل، ويعني ينبئ بكل ما يعني نحتاج فقط ان احنا نطور من انفسنا زياده، نحتاج ان نهتم، كل واحد يهتم بنفسه، نحتاج ان نضع قد اقدامنا على الارض ما نطير، لانه كثير الاعلام سواء كان المرئي او المقروء او المسموع ما يضخم الامور ويعطيها اكثر من حجمها، لكن تبقى كره القدم لها معطيات ولها اساسيات اذا انضبط عليها اعتقد هذول هم الافضل على مستوى المملكه العربيه السعوديه ان لم تكن في المنطقه ككل. طيب، حينما تحضر مثلا لاعب كسالم الدوسري في مثل هذه المباراة، لديه الإمكانية، لكن أن يكسب الثقة ويلعب بما شاهدناه من مستوى اليوم، يستطيع حتى في خط ال 18 أن يمتلك الكرة ويشاهد، يرفع رأسه، يحاور، يصنع. هذه إشكالية كبيرة في تجهيز اللاعب، ليس فقط في الإمكانية. ممتاز يا عبد الله، أنت قلت سؤال وفي نفسه في ثناياه إجابة، أنه عندما تكون البيئة مناسبة لأي لاعب، الحمد لله احنا نهيئ بيئة، لكن ايضا في لاعبين على وعي كبير. سالم الدوسري في كل لقاء يثبت هذا الشيء، اللي هو اقصد في كل مباراه، وحتى بعد المباراه دائما ما نرى حتى في الفوز باداء مستوى رائع، يكون هناك تواضع ويعرف انه يحاول انه يطور من نفسه في المباراه المقبله، وهذا سر من الاسرار كما هو على زملاء الباقين كلهم بدون استثناء. لكن البيئه مهمه جدا في اي نادي، البيئه الرياضيه، لكن بيئه الاسره الواحده اللي متواجدين فيها، لانه لا سالم ولا غيره من اللاعبين الصغار ان خرج عن الخط المستقيم هناك من هو قريب منا كأخ له، في زي حسن العتيبي، زي أسامة هوساوي، زي عبد اللطيف الكبيرة في الفريق. وعندما أقول الأسماء الكبيرة في الفريق ليس كبر سنا، ولكن كبر حجما وأيضا مكانة، في أنه لاعبين دوليين لهم خبرة أكبر. فالحمد لله رب العالمين خلال سواسية والكل يعطي. اليوم احنا نبارك لهم، لكن نطالب منهم انه طموحنا ليس فقط نفوز في كلاسيكو او في ديربي زي ما انا قلت في المباراه السابقه. الطموح ان احنا دائما نبقي هؤلاء الجماهير اللي يتعودوا على البطولات انهم دائما يكونون في المنصات دائما وفي الذهب، وهذا بتوفيق الله سبحانه وتعالى قبل كل شيء، والانضباطيه، وعلى راسهم اسامه اللي بسلم كل مهمه له. أسألك أخيرا فقط، حينما يكون لديك لاعبين صاعدين ولديك نجوم، كيف ستختار 11 لاعب يشارك في أرضية الملعب؟ بكل أمانة احنا في التمارين في المباريات نحتار، ولكن الجاهزية لمن هو أكثر مشاهدة في التمارين عطاء أكبر وأكثر، وهذا شيء يعني حقيقة تحتار جدا يعني في اختي الهلال ال11، وحتى ما تشاهد يعني حتى أعتقد في شهادة اليوم احنا اعتزينا فيها كثير انه احنا نستاهل وفريق كبير. بقاء اليوم الشوط الأول كان شيء. لا أحمد عمر ما كان عقوبة إدارية، تنظر الكاس المليان، يعني هذه جملة إنشائية، لكن أحمد الفريدي لاعب كبير جدا، عنده إمكانيات كبيرة، عطاء كبير. طبيعي يكون هناك انخفاض سواء كان نفسية أو تعب أو أيا كان منه، لكن صدقني أحمد الفريدي واحد من اللاعبين اللي له بصمة كبيرة في نادي الهلال. لا يكون هناك عقابة إدارية، لأنه من أكبر اللاعبين انضباط إداريا خارج الملعب قبل داخل الملعب. ما حصل أعتقد أنه تضخم كثير وضخم كبير وأعطى الموضوع أكبر من حجمه، لأنه أحمد الفريدي ونادي الهلال، لكن هو واحد من ضمن العائلة اللي حقيقة احنا نتشرف بوجودها خلقيا وفنيا. ستشاهدون أحمد الفريدي قريبا إن شاء الله كما عاهدتم إن شاء الله. إلى متى أنتم مكملين أنت
ومدير الفريق الآن؟ حضور مدرب أعتقد سيكون يوم الأحد مع باقي الطاقم. يوم الأحد حضورهم حيكون هاسك مع 2 من مساعديه، بالإضافة ليوسف المناعي متواجد منذ أن عدنا من دبي جميعا، وحيغادر بونا لإجازة. كان المفروض أنه عنده إجازة من أكثر من يومين، لكن تعرف الظروف اللي حصلت. وحقيقة مشكور، عمل جهد رائع وجبار، وهذا شيء يشكر عليه. لكن هو لازال مدربنا الفريق الأولمبي، واحد من أبناء العائلة الهلالية. نتشرف بكل من خدم الهلال، حتى توماس دول وفينكو مانفريد من غادر. لكن نبقى دائما الفريق الكبير، ما في أوقات معينة يكون في التوب، دائما يجب أن ينهض سريعا ويعود كما كان. لكن بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بدعم ناس كثير، الجمهور أيضا دعمه مهم لنا، خصوصا في المرحلة المقبلة. كل الأمور كل المعطيات تبشر أن عندنا إن شاء الله فريق، لكن نحتاج إلى عمل أكثر وتجانس أكثر. شكرا.